السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مروة حسني مبارك. بداية أنا ما يخصنيش مروة بنت حسني مبارك الله يرحمه أو مش بنته، دي مش قضيتي ولا ليا دعوة من قريب ولا من بعيد. أنا اللي يخصني الكلام الخطير اللي هي بقالها 10 أيام كانت بتتكلم فيه. واحدة بتتكلم في تجارة أعضاء، فلوس، غسيل أموال، دارك ويب، فيديوهات، اسامي كبيره دخلتها في الموضوع. وفاء عامر، البلوجرات اياهم، ام مكه، ام ساجده، سلمى رحال، ليلى الشبح، قائمه اسماء كده اتحطت باتهامات خطيره جدا. واحده بتتكلم بمنتهى الثبات، مش مهزوزه، مرتبه كلامها وافكارها والتسلسل الاحداث. الكلام يتماشى مع الواقع اللي احنا بنشوفه. لما تتكلم وتقول ان الفلوس اللي ظهرت على البلوجرات فجأة غسيل اموال، فدي احنا متأكدين منها. الناس اللي بتطلع على التيك توك فلوسها كلها غسيل اموال، ده شيء معروف. دي داعمين بيختاروهم، بيبعتوا الفلوس من بره عشان يدخلوها البلد، بيدوا لهم نسبة منها والباقي بياخدوه، وده شيء معروف. والناس دي ده في ناس بتدخل بالمليون جنيه في الجوله الواحده. وتفتكروا ان كل الناس اللي على التيك توك بياخدوا الفلوس دي كلها؟ طبعا لا، هم بيختاروا ناس معينه. ده الكلام ينطبق على ناس معينين، وباين جدا جدا ان الكلام يمشي معاهم. ليه؟ دي ناس بتكون يعني طالعين على المنصات ما معهمش فلوس خالص، فجأة في وقت صغير تبص تلاقي البلوجر من دول عندها شقة تمليك ب 10-15 مليون جنيه في مناطق راقية، في زايد ولا في مناطق مش عارف ايه، عندها عربية ب 2-3 مليون جنيه، علبة ذهب ب 3 ولا 5 كيلو، رصيد كبير في البنك، بيصيفوا في الساحل الشمالي، بيروحوا دبي، الدول اللي فيها الفلوس، تركيا. وناس لو قعدت 50 سنة على المنصات دي ما تلاقيش معاها فلوس. كانوا فاكرين ان اليوتيوب والفيسبوك بيجيب فلوس بجد. الكلام ده كله كده. وبعدين تبص تلاقي الكلام خش بقى، لا ده مش غسيل اموال وبس، ده احنا دخلنا بقى في الليفل بقى الوحش. نلاقيها اتكلمت في تجارة الاعضاء، دخلت وفاء عامر في الليلة دي. اول حاجة لفتت نظر الناس وبدأوا يسمعوا. الناس اللي ما كانتش بتصدق بدأت لما دخلت بقى في القصص دي، الناس انتبهت. ما هي قصص بتخص المجتمع كله، مش مجرد كلام، خاصة ان هي كانت بتحدد الناس اللي اتنقل لها الاعضاء وبكام، والناس اللي اتاخد منها الاعضاء مين، ومين الوسيط، والوسيط بياخد كام. كل ده بتفاصيل، يعني تفاصيل دقيقة ومهمة. وما ينفعش ان يكون واحدة هبلة او واحدة بتخترع كلام بتحدد مين ده وكلامها ايه. يعني طريقة السرد الاحداث دقيقة جدا، عارفة هي بتقول ايه، الكلمة رايحة فين وجاية منين، وبمنتهى الثبات. واحدة مطمنة، ولا خايفة ولا مهزوزة ولا خايفة من حد. طيب انا لما اتهم ناس اتهامات خطيرة زي دي، مش الناس بسرعة بتيجي تقدم بلاغات، بتطلب الناس دي يتقبض عليها ويتحقق معاها، لان الكلام دي سمعة وشرف، وبالذات ما يخص واحدة زي وفاء عامر، واحدة فنانة معروفة. طيب في الفترة الأخيرة وفاء عامر اختلطت بالناس دي جدا، دخلتهم بيتها، راحت عندهم، كلوا مع بعض، طبخت لهم بايديها، عزمتهم في بيتها واكلتهم. الاختلاط الجامد فجأة بين البلوجرات دي ووفاء عامر مترتب مع الكلام اللي الست بتقول ان دول وسطة معاها كذا كذا كذا. دخلوا ابراهيم شيكا ومراته في الموضوع، ابراهيم شيكا كذا، والقصص اللي انتوا سمعتوها بتاعت الكليه بتاعته وفص من الكبد بتاعه، الحدوته دي. طيب
هل في حد قدم بلاغ؟ 10 ايام الست عماله تطلع في لايفات ليل ونهار، وناس بتطلع معاها وبتحكي التفاصيل. لا هنا بيقدموا بلاغات وبيقولوا الكلام ده افتراء علينا، لا البلوجرات ولا وفاء عامر، ولا هي كمان بتروح تقدم بلاغات بيقولوا لها ما بتقدميش بلاغات، لا تقول لهم يروحوا هم يقدموا بلاغ وان النيابه تستدعيني وانا هروح اقدم الاوراق. انا عندي فيديوهات على الدارك ويب، وعندي تسجيلات باصواتهم، وعندي الارقام بتاعه الفلوس بكام ومنين وفين وازاي، وعندي اوراق ومستندات بتثبت كل اللي انا بقوله. طيب انت بنت حسني مبارك، انا عندي ما يثبت عملت تحليل الدي ان ايه ودخل قصه الدي ان ايه، يعني انا ماليش فيها. مفيش حد قرر انه يروح يقدم بلاغ، وبعدين نلاقيها هي راحت وقفت تقول انا قدام مباحث الانترنت ورحت سالت وطلعت ان وفاء كدابه لا قدمت فيها بلاغ ولا حد قدم بلاغ. شويه ونلاقيهم قبل ما يتقبض عليها بكام ساعه كلهم رايحين قدام مباحث الانترنت ويقولوا ان احنا رحنا لقيناها هي كمان ما قدمتش بلاغات، احنا اللي بنقدم بلاغات. كلهم مره واحده راحوا قدموا بلاغات، مع انهم كانوا بيصيحوا وبيهللوا وبيشتموا فيها وبيردحوا عارفين انت الاصوات العاليه، وواحده زي مسده بالشرشحه بتاعتها الصوت العالي بتاعها اللي يخض اول ما تظهر قدامك. ما هو الكلام ده كله يا جماعه له شواهد. بنت بتتكلم بطريقه يعني على الارض صلبه. طيب انا واحده من الناس انا كنتش اعرفها اصلا، هي واحده من زمان كانت تطلع تدعي وما كنتش بتابعها ولا بفكر بنت حسني مبارك يعني الله يرحمها. يعني مين قال ان على الرغم من الشبه الكبير بينها وبين الرئيس مبارك الله يرحمه وايمان الطوخي، الا ان يعني الله اعلم في الحقيقه فين. يعني هي حره، هي عايزه تثبت النسب، والله هي قدامها ان شاء الله تقعد 100 سنه قدام، اذا قدرت تعمل ده هتعمل. ما يخصني انا الاتهامات الكبيره المرعبه، واحنا عندنا الداخليه صاحيه جدا جدا. لما بتحصل اي مشكله اي فيديو وحده الرصد والمتابعه بترصدها بسرعه وبيجرجروا الناس شدوهم من قفاهم. الداخليه صاحيه قوي قوي. ازاي ان 10 ايام الست عماله بتتكلم ومحدش بيتكلم؟ بدات الناس يصدقوا. يعني انا واحده من الناس لولا بيان الداخليه بعد ما اتقبض عليها انا كنت هصدقها. يعني الداخليه لما قالت ان هي معاها موبايلين وفيهم حسابات جايه فلوس جايه لها من بره، قالت ان في انا عملت كده علشان الريتش يعلى، علشان المشاهدات، عشان طبعا لازم اصدق الداخليه. طيب الناس بقى اللي اتقدم البلاغات فيها او الناس اللي اتقال عليهم هي قالت عليهم، الناس دي هيتقدم فيها بلاغات؟ الناس دي هيستدعوها ويحققوا معاهم في الكلام؟ انا كنت منتظره الناس دي هيتقبض عليها او هيستدعوهم. الله اعلم، يمكن النيابه هتستدعيهم وتسالهم في الاتهامات ده اذا كانت عندها فعلا ما يثبت زي ما بتقول. عندها فيديوهات، هي كانت بتنزل صوت الفيديوهات او فويسات وكانت بتنشر مستندات، واحيانا كانت الصفحات بتاعتها بتقفل عشان المنشورات بتاعتها. هل هي فعلا عندها ده؟ الله اعلم، هيبان لما النيابه تنزل البيان بتاعها. احنا منتظرين. طيب هو انا بس يعني انا من الحاجات اللي انا شفتها بعيني فيديوهات لواحده زي اسمها سلمى رحال. سلمى رحال لها فيديو وهي عشان بس في كلام بينطبق على كلامها وفيديوهات بتمشي مع السيناريو اللي هي عماله بتقوله. سلمى رحال راحه لدينا مراجيح الله يرحمها وبتديها 3000 جنيه. الست نايمه عيانه يا عيني، ودي كانت واحده غلبانه جدا. قالت لها ان ال 3000 جنيه دول بعتهم لك مدام ليلى بتاعت سويسرا وعايزاكي تدعي لها. بتقول لك ال 3000 جنيه دول عشانك، وبتقول لك ان الايام اللي جايه هي هتعمل لك حاجات حلوه كتير وهترفعك وهتعمل لك. فالتانيه بدات تدعي لها شويه. وفيديو تاني
لواحده اللي هي نفس الست سلمى رحال. رحل واحد برضو يا عم فلان، برضو انا مش عارفه اسمه، يا عم فلان مدام ليلى بتاعت سويسرا بعتلك ال 2000 جنيه دول. هي مين ليلى بتاعت سويسرا دي؟ ما حد يقول لنا مين ليلى بتاعت سويسرا. وبتقول لك ما تطلعش على التيك توك، وقالت لي لو رحتي لقيتي بيته متبهدل، بتقول لك هي هتعمل لك سيراميك وهتعمل لك وهتجيب لك عفش وهتنقلك نقله كبيره قوي، بس ما تطلعش على التيك توك. طب ما تقولي لنا ايه النقلات الكبيره اللي انت بتوعدي بيها الناس وبتديهم فلوس؟ مين هي وليه وعشان ايه؟ وبعد كده الناس دي بتموت ويتقال ان دينا ماتت في ظروف غامضه. ناس قالت ان اتاخد منها الكليه بتاعتها وماتت من المضاعفات لان هي كانت اصلا ضعيفه. اولادها راحوا فين؟ الناس قالوا اختفوا، ناس قالوا ده شغلوه، في ناس شغلتها في التيك توك. طب الراجل راح فين؟ الراجل توفاه الله هو كمان. هو انا بس عايزه افهم انت كنت بتوعديهم ليه؟ يعني سؤال لسلمى رحال، الناس دي حد سال وراهم الناس دي ماتت ازاي؟ هل حد يستدعيها يسالها انت كنت بتروحي للناس دي تقدمي لهم الفلوس دي ليه؟ هل فعلا دول كانوا فلوس عشان الناس دي تاكل وتصحصح علشان هيتاخد منهم الاعضاء زي ما الناس بتقول؟ الناس بتقول كده ان دي صارت اعضاء وكانت مكلفه ان هي تروح تدي الناس الفلوس علشان ياكلوا ويشربوا ويتقوتوا عشان هياخدوا منهم الاعضاء. الله اعلم، انا معرفش، ولكن الناس بتستشهد. وبعدين تطلع واحده تقول انا اخت مروه. دي مروه دي كانت بتتعالج في مصحه، وان هي اتطلقت لان هي كانت بتخنق ولادها وهم نايمين، ولو حد من العيال الصغيرين عمل بيبي بتقوم تضربه بالحزام وبالخرزانه. وانا واحده من الناس لما كنت بغضب واروح انام في بيت ابويا كنت بصحى وهي بتخنقني. هو في اخت بتطلع تقول على اختها كده وبعدين تقول لا، تقول انا اتصلت بيها اتخانقت معايا وقلت لها هو انت حد دافع لك فلوس عشان تطلعي تقولي الكلام ده؟ قفلت في وشي. ربنا يهديك او ياخدك يا مروه. هو في اخت تطلع تقول كده على اختها؟ يعني انصف اخاك ظالما او مظلوم. لقيتها طالعه مروه بتقول للمحامي بتاعها ان هي ما تعرفش البنت دي اصلا، وان البنت دي مدعيه، وطلبت من المحامي بتاعها يعمل فيها بلاغ. ناس قالت ان دي من ضمن اللجان بتاعه الناس اياها، وان دي ملهاش علاقه بيها. طب هي مروه منين؟ قالوا مروه اساسا من امبابه. طيب اهلها معروفين؟ قالوا ده هي اسمها مروه يسري، واحنا عارفين اهلها، ما هي لازم يكون في حد رباها يعني، اكيد يعني هي عاشت عمرها ده كله واتجوزت، ملهاش اسم وناس اتربت في وسطهم بالتاكيد يعني. طيب هل الكلام كله اللي داير والموضوع كله بقى قضيه راي عام؟ الناس بقى عندها قلق. ما انا واحده من الناس، انا كمان انا عندي قلق يعني. انا لو انا الكلام بتاعها ده لو في شيء، ده انا مش هقول لك كل كلامها صح، لو في شيء من الصح ده انا خاف والله العظيم يعني. انا خاف ادخل اعمل عمليه، انا خاف على اعضائي يعني سهل الكلام كده اللي هي بتقوله. الناس قاعده مترقبه من الخوف يعني. بص ده قضيه راي عام، وبعدين تحس ان المجتمع بقى فيه حاجه غلط. هي الناس دي ازاي اللي بقت متصدره المشهد؟ شويه جهله مش متعلمين، اصوات عاليه، شرشحه، بيصدروا للعالم العربي ان هم دول ستات مصر، اللي هم نفسهم بيقولوا من احنا من احياء شعبيه. الاحياء الشعبيه مش كده، ولا الاسلوب القذر اللي هم بيتكلموا بيه ده اسلوب بتاعت الناس بتاعت الاحياء الشعبيه. لا يمكن يكونوا الستات بتتكلم بالشكل ده، وحتى وان كان في نماذج بسيطه، لكن لما تطلعوا كده والعالم العربي يصدق ان هي ده الستات، لا وبتتصدروا المشهد، وبعدين انتوا اللي بتظهروا لنا ليل ونهار على الميديا. انا والله ما بتابع حد من الناس دي، انا هم قدامي ليل ونهار بيجوا لي ازاي انا ما اعرفش. الناس دي
لها صفحات وناس بتشير لها وناس بتشهرها، والجام تبعهم اللي هي يعني هنشهركم. طبعا بياخدوا كل ده، ياخدوا. هو في حاجه اسمها ان واحده ما عندهاش محتوى وتطلع تشرشح وتعلي صوتها وتجعر وبايديها واللي بتشوفوه ده وبتاخد عليها فلوس؟ ده محتوى؟ انك تطلعي تقل ادبك ده محتوى؟ وكله يتضم لبعض، وبقت دي بتروح عند دي عشان يعملوا مع بعض فيديو شرشحه، ودي تروح عند دي ويتنقلوا عند بعض، وتيجي واحده فنانه زي وفاء عامر تستضيفهم في بيتها وتعزمهم وتاكلهم معاها على الترابيزه، والتانيين يروحوا لها ويجيبوا لها فسيخ ويقدموا وتعمل لهم اعلان، وهم يعملوا لها اعلانات، وخطوباتهم يعزموهم وحفلاتهم يعزموهم، وام مكه تتكرم وتطلع على السجاده الحمراء، وسوسو الاردنيه تروح علشان اللي عاملين افلام المنتجين جايبينها علشان تعمل لهم اعلان للافلام بتاعتها. الموازين اتقلبت، المجتمع اتغير، بقى الناس اللي فوق، الناس المثقفه اللي متعلمه، الناس اللي معاها دكتوراه، والناس الالقاب المشرفه في المجتمع نزلت، والناس اللي في القاع طلعت، بقت الموازين مقلوبه، اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ايه الخلل اللي بيجرى في المجتمع؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ ازاي احنا بقينا بالشكل ده؟ ازاي الناس دي بقت هي اللي متصدره المشهد، والناس دي المشاهير، الناس اللي في قاع المجتمع هي اللي بقت بالشكل ده؟ عموما بعد بيان الداخليه لا تعقيب، محدش يقدر يتكلم، مستنيين قرار النيابه العامه، هنشوف هيقولوا ايه. هل البنت فعلا عندها حاجه هتقدمها وتثبت بيها الكلام اللي هي بتقوله؟ لان الكلام اللي هي بتقوله ده خطير جدا جدا، واذا كان حقيقه ده اكيد في ناس اكبر كمان، اكيد. واذا كان كلامها مجرد كلام، فانت كده يعني دخلتي نفسك في سكه مش هتباني تاني. نتمنى الساعات الجايه تظهر كل الحقائق، وان كنت اتمنى ان الستات اياها دي اللي عماله تهلل وفرحانه وشمتانه، انا كنت اتمنى ان الناس دي يبقى في استدعاء رسمي عشان يبقى في تحقيقات بالتهم اللي منسوبه ليهم، ونشوف هم هيدافعوا عنهم ازاي، هيدافعوا عن نفسهم ازاي. الاتهامات دي لها اساس؟ مفيش. الله اعلم. انا بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.